السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم سناء وئام وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم بيني او كعك في الفرن من الالذ واروع ما تحضري الوليدات. كيجي روعة في المذاق، كيجي خفيف ورطب كالقطن. هانتوما كي كتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. خليكم مع لا فيديو، تبعوا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا معايا الطريقة والمكونات. كيف العادة اللي اول مرة كيشوف القناة ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساونيش من لايك ومرحبا بتعاليقكم وارائكم. نبداو على بركة الله بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندنا هنا كاس ديال الحليب اللي يكون دافئ ما يكونش بارد، نصف كأس ديال الزيت النباتية، نصف كأس ديال سكر سنيدة، معلقة كبيرة خميرة حبيبات، ياغورت مسوس بدون سكر طبيعي، عندنا بيضة واحدة غنحتاجو البياض في العجين والصفر غنخليوه للدهن، قبيصة ديال الملح وسكر الفاني، وعندنا خمارة فئة 8 غرام والدقيق كيبقى على حسب الخليط. غناخدو هنا البول او العجانه فاش نجمعوا العجين ديالنا. ضفت هنا كاس ديال الحليب اللي كيكون دافئ مع نصف كاس ديال السكر سنيده مع معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. غادي نحاولوا نخلطوا مزيان حتى تذوب معنا الخميره، ما يبقاوش الحبيبات ديال الخميره بهذا الشكل هذا. غادي نضيف هنا نصف كاس ديال الزيت مع بياض ديال البيضه والصفار كنخليوه للدهن. نضيف هنا قبيصه ديال الملح، كنحاولوا نخلطوا مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيف هنا خنيشه ديال الفاني وياغورت المسوس بدون سكر. كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. انا هنا غادي نعبر بالكاس كيف كتشوفوا. المهم الدقيق كيبقى على حسب الخليط. الخليط ديالنا ما كيكونش يعني كيكون رطب وكيكون العجينه كتلصق في اليدين كيف غتشوفوا معايا. انا هنا ضفت كاس ديال الدقيق مع خماره فئه 8 غرام. كنحاول نخلطوهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيف الكاس الثاني. المهم انا هنا ضفت 4 الكيسان ونص ديال الدقيق اللي قدني في العجين ديالنا. العجينه كيف غتشوفوا في الاخيره كتكون كتلصق في اليدين يعني ما كتكونش متماسكه. هنا ضفت الكاس الثالث وغادي نخدم العجانه، غادي نخليها تعجن ومن بعد غادي نضيف كاس ونص في الاخير. المهم انا هنا قدني 4 الكيسان ونص ديال الدقيق اللي قدني. وانتم راه كيبقى دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. هنا كي كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين، يعني عجينه اللي ما كتكونش قاصحه وما كتكونش متماسكه، يعني عجينه اللي كتكون رطبه وكتلصق في اليدين. وهنا غادي ناخذ واحد البول اللي غادي ندهنو بشويه ديال الزيت وغادي نحط فيه العجينه ديالي وغادي نغطي عليها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى ترتاح تماما ويتضاعف الحجم ديالها، يعني نخليوها ترتاح مزيان في المره الاولى. هنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العجينه ديالنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها. انا خليتها ارتاحت تماما. غادي نحاول نحيد منها الهواء بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا، وغادي نحاولوا نطلقوها فوق سطح العمل. كنرشوا شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل وغادي نحطوا العجينه ديالنا كنحاولوا نطلقوها بايدينا ومن بعد غادي نستعمل الدلاك. كنطلقوا العجينه ديالنا بمساعده بالدلاك، ما كنطلقوهاش رقيقه، يعني كنحاولوا نخليوها غليظه كيف غتشوفوا معايا في الاخير. كنحاولوا نطلقوها من الجوانب من الوسط يعني باش تكون متساويه بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا. كنحاولوا نشوفوا ان العجينه ديالنا ما لاصقاش فوق سطح العمل وكنفضوا منها الدقيق. هانتوما كي كتشوفوا السمك يعني ما كتكونش رقيقه،
يعني كنخليوها غليظه. كناخذوا قطعه دائريه الحجم اللي بغيتو، وكناخذوا قطعه اللي تكون صغر منها باش نديرو الثقب في الوسط بهذا الشكل هذا. صافي هنا كناخذوا القطعه ديالنا وكنقطعوا العجينه ديالنا كامله، ومن بعد كنديروا الثقب في الوسط صافي كنقطعوا العجين ديالنا كامل، ومن بعد كنديروا الثقب في الوسط بهذه القطعه الدائريه، وكنحيو العجينه اللي زايده كنديروها في بلاستيكه وكنخليوها ترتاح، ومن بعد كنطلقوها بنفس الطريقه وكنقطعوها بنفس الطريقه. من بعد ما شكلت البنيه ديالي كامل غادي نديرو في طاوه ديال الفرن اللي مدهونه بالزيت، او نفرش لها ورق ديال الزبده، وغادي ناخذ العجينه اللي بقات لي غادي نديرها في بلاستيكه بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا، وغادي نخليها حتى ترتاح، ومن بعد غادي نطلقها ونشكلها بنفس الطريقه. كنستف البنيه ديالي في الطاوه اللي غندخلو للفرن مدهونه بشويه ديال الزيت، وغادي نخليه حتى يخمر. المره الثانيه كيخمر بسرعه، يعني ما كياخذش معنا الوقت لاننا خمرناه في المره الاولى مزيان. من بعد غادي ندهنو بصفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب، وغادي ندخلو للفرن. وغادي ندوز نطلق العجينه اللي بقات لي، كنحاول نجمعها بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنطلقوها ونقطعوها بالقطعه بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. هنا كي كتشوفوا البني ديالنا خمر ضاعف الحجم ديالو المره الثانيه. غادي ندهنوه بالصفر ديال البيض وشويه ديال الحليب، كنحاولوا ندهنوه غير بشويه من الفوق. انا بعض الوحدات غادي ندير لهم السمسم او الجلجلان من الفوق، ووحدين غادي نخليهم خاويين باش نزينهم بالسكر الثقيل من الفوق من بعد. والتزيين راه كيبقى على حسابكم، كتزينوا بالطريقه اللي بغيتو. كدهنوهم غير بالحليب من الفوق وكديروا لهم الشوكولا من بعد، والتزيين راه كيبقى على حسابكم. انا غادي نكمل التزيين ديالي، غادي ندير بعض وحدات بالسمسم وحدين غادي نخليهم خاويين، ومن بعد غادي ندخل الطاوه ديالي للفرن اللي مسخن على 180 190 درجه. كنطيبوهم من التحت ومن بعد كنطيبوهم من الفوق. وهنايا غادي ندخل الطاوه ديالي للفران ونتلاقى معكم من بعد. هنا كي كتشوفوا البني ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، هانتوما كي كتشوفوا كيجي رطب صراحه وشهوه منه. انا غادي نحيد الوحدات اللي ما زينتهمش بالسمسم، غادي ندردر عليهم السكر الثقيل بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا. كندردر عليهم السكر الثقيل ونديرهم في طبق التقديم، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي. وهنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكعك ديالنا او البيني في الفرن، اللي كيجي بصراحه روعه، لا في المذاق ولا في الشكل ديالو. كي كتشوفوا كيجي رطب رطب البنات، كيلقطن شهوه منه بطريقه جد سهله ودغيا كنحضروهم. نفرحوا بهم وليداتنا، علاش لا. هانتوما كي كتشوفوا كي كيجيو من الداخل روعه في المذاق. كنتمنى هاد الوصفه هذه تنال اعجابكم كيف العاده. الا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع اهلكم واصدقائكم، وفي المواقع التواصل الاجتماعي ما تنسونيش من لايك، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم، ونقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.